والحقيقه يعني في عندنا منتجين عرب الحقيقه، وفي ناس وفي مجهود وفي فلوس مصروفه، واحنا قاعدين نقول يا رب استر على الفن المصري والقوى الناعمه المصريه، وبعدين ناس تيجي بصراحه يعني انا ولا اعرف حد من نتفليكس ولا من وراء الطبيعه، بس انا بتكلم انا مع صناعه بلدي، صناعه الدراما وصناعه السينما، ان ناس تبقى بتستلف من بنوك وبيوتها بيتخرب وبيعملوا لنا محتوى محترم وبعدين حد يجي يسرقه. يعني مساله الحقيقه سخيفه قوي تخلي الواحد منفعل. على التليفون معي المحترم الدكتور ابراهيم ابو ذكر رئيس اتحاد المنتجين العرب. ابراهيم بيه اهلا وسهلا بحضرتك. سيد بيه وحشنا جدا، ازاي سعادتك يا باشا؟ ربنا يكرمك يا فندم. كيف ترى تلك المشكله ان بدات القنوات تحت بير السلم دي تسرق المحتوى اللي مدفوع فيه فلوس يا فندم، وفي الاخر الحقيقه يعني مساله الناس الاصليين عليهم ديون ومسالفين من البنوك، ومساله يعني ازاي بتعالجوا المساله دي يا ابراهيم بيه؟ معليك، يعني تعرف ان الموضوع ده اساسا احنا دي مشكلتنا بقالنا سنين بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نجد لها حلول، مع ان في قوانين صادره. الو، سامعينك يا فندم، اتفضل. بقول لسعادتك ان في قوانين صادره كتيره وتشريعات كتيره وموجوده عندنا في الدوله المصريه. نقطه اتصال تابعه لوزاره الصناعه، ونقطه الاتصال عامله اتصالات كثيره جدا بنقط الاتصال في العالم العربي، وعاملين مجهود كبير جدا في هذا الموضوع. بس انا هختلف معاك في نقطه واحده، ان دول مش تحت السلم، ده دول ظاهرين ومعروفين بالاسم، ولا يمكن حد يطلع على السبيس ويبقى ياخد سبيس الا اذا كان في تعاقد، وتعاقد معروف ومعروف هويته ومعروف شركته ومعروف مكانه كمان. بعكس بقى المواضيع بتاعت اللي هي القنوات اللي بتبقى طالعه على النت، دي مواضيع تانية يعني، لكن احنا بنتكلم على القنوات. طب وليه سايبينهم طالما معلومون بالضروره يا ابراهيم بيه؟ يعني طالما معروفين بالشكل كده. دلوقتي معروف النهارده السبيس بتاع النايل سات السيد معروف مساحه كبيره لكن متقسمه، جزء منها للنايل سات، الجزء الثاني لمساحه ثانيه، وجزء ثالث مساحه ثالثه معروفين لنا وبالاسم يعني. وفي عقد موحد موجود بالنسبه لكل القنوات دي، موجود فيها وفيها بند جواها لحمايه الملكيه الفكريه. يعني موجود فيها بند ان المهم بيطبق يا ابراهيم بيه. التطبيق بقى بيجي من خلال المنتج نفسه اللي هو بيتابع. وفي دلوقتي اجهزه جديده نحن اللي بيتابعوا النت، سواء كانوا بيتابعوا المصنف الفني، وفي نفس الوقت هم بيبقوا كان الاول اساسا بنعتبر الاقمار الصناعيه عباره عن ان هي تحمل المحتوى فقط ومش مسؤوله على اي شيء جوه يعني المحتوى ده مسؤوليه القناه. احنا دلوقتي بقت مسؤوليه القناه ومسؤوليه القمر كمان، يعني اللي هم المشغلين اقمار صناعيه بقى مسؤولين معانا. طيب، واصحاب الاقمار الصناعيه مسؤولين معانا. هل بتتابعوا ده؟ هل عندكم وحده رصد يوميه؟ عندنا المتابعه، وعندنا شركات للمتابعه، وعندنا شركات اساسا للرصد. كل ما في الامر ان احنا لما بيجي موضوع فيه بيبقى موضوعين اثنين، موضوع قضائي وموضوع سلمي. الموضوع القضائي اللي هو اساسا في منتهى البساطه بيتعمل اساسا شوت في الموضوع، وبعدين بيتعمل له رصد، وبعدين بناخد له حكم محكمه لسبب لان القنوات، يعني انا عندنا مثلا 300 قناه مصريه طالعه من بره، لان اللي احنا بنطلق عليها معاليك دلوقتي قنوات سي. القنوات سي اللي انت كنت بتكلمها مع دلوقتي مع الاستاذ حمايه المستهلك، هي دي القنوات اللي هي موجوده طالعه من مصر وبراس مال مصري بس طالعه من الخارج. والكلام ده احنا اتكلمناه مع هيئه الاستثمار ومع النايل سات ومع الامن وزاره الداخليه، على اساس ان جميع القنوات ديت بدل ما تطلع من بره، لو طلعت من عندنا واديناها تراخيص وبقت موجوده جوه مصر بقت تحت سيطرتك، وتستطيع ان انت تعقبها وتستطيع تروح. وبعدين الهيئه الوطنيه للاعلام والمجلس الاعلى للاعلام يستطيع ان هو مش يقاضيهم كمان، يفرض عليهم عقوبات وسهله. المشكله اللي هي بتقابل دلوقتي المجلس الاعلى للاعلام ان هو ما بيقدرش يسيطر على القنوات اللي صادره مثلا من الاردن، من الكويت، من قبرص، من لندن، يعني اكثر جهه موجود منصات متعدده موجوده في العالم العربي. عشان نوصل للقنوات ديت يبقى لازم ناخد احكام محليه، ثم ناخد احكام في الدوله اللي هي بيبث منها. يعني انا اخد حكم محكمه مصريه وبعدين اطلع وقت كبير وطويل، لكن احنا لازم يبقى في اتفاق. وبعدين كان في مقترح ان احنا عدد المشغلين الاقمار الصناعيه معدود، يعني هم بالكثير 6
الست دول يعني ممكن اللواء احمد انيس يدعيهم هنا ونيجي بقى شويه يقول لك لا دول مش بلاك ليست، تعالوا يا جماعه نتفاهم معاكم. بقول لك يا ابراهيم بيه نعم. انا معلوماتي عنك وانت عارف انا قد ايه بقدرك، انت رجل تجيد التنظيم والمؤتمرات. انا لا ارى اهم من اللي انت بتقوله ده دلوقتي، وانا بدعو حضرتك يا فندم ان شاء الله نعمل هاكرز نوقف القنوات دي. يعني اذا كنا المساله هتبقى ان الناس دي بتسرق مجهود الناس وتبث محتوى سياسي رديء وي اعمل اللي حضرتك بتقول ده، هات المسؤولين عن الاقمار السته دول يجتمعوا، يبقى في صياغه جديده، يبقى عندنا من الادوات. هي بس مش اقمار، هي مش اقمار يا استاذ سيد، هي مساحات. قصدي انا عفوا انا اسف، المساحات انا ويبقى كمان عندي طرق علميه تعمل عمليه تشويش على تلك القنوات حتى لا تصل يا فندم. ما احنا لا التشويش بقى صعب دلوقتي يا استاذ سيد. يعني انت النهارده والله بالعلم يا فندم واجهزه الامن يا فندم. لا مكلف جدا. بيحصل بس مكلف. لا عشان انت النهارده دلوقتي بقت تطلع منصات كامله. يعني انت عشان تشوش على قناه واحده لازم تنزل المنصه بالكامل، والمنصه ممكن تحمل 20 قناه. عشان تنزل قناه واحده او تشوش عليها لازم تشوش على المنصه كلها. المنصه بيبقى فيها عليها 20ون قناه. انا هقول لسيادتك حاجه. يعني حاليا مثلا انا ابني المسلسل بتاع الوصيه بتاعه كان لقيته بيذاع على قناه ثانيه لا داعي لذكر اسمها. فجاه لقيته، كلمت ابني بقول له انت بعت البتاع ديت القناه ديت؟ قال لي لا. قلت له طب اقفل. دورت على مين القناه السبيس ديت طالعه من عند مين؟ قال لي طالعه من فلان. كلمته فلان، يا فلان الموضوع 1 2 3 4. قال لي حالا دلوقتي ابعت لي ايميل وانا هنزلها لك او هعمله لك بلاك. بالعلاقه اللي هي موجوده مع القنوات مع المشغلين الاقمار الصناعيه سهل ان احنا نسيطر على المحتوى. ده عايزين الكلام ده يبقى رسمي. اشكرك في كل الاحوال، خبرتك مطلوبه ومهمه جدا جدا، وانا ارجو ان حضرتك تلح على